السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناة ميديا سبورت، أهلا بكم. أول تعليق من ستيفن جيرافرسون المدير الرياضي لفريق ميتلاند الدنماركي تعليقا على انتقال إمام عاشور للأهلي. شاهد ماذا قال. في البداية عطروا فمكم بذكر الله، ولا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد. ولو حابب يوصلك كل أخبار كرة القدم ما تنساش لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل فيديوهاتنا. بعد أخبار انتقال إمام عاشور لاعب الزمالك السابق ولاعب ميتلاند الدنماركي الحالي إلى النادي الأهلي، وفي أول رد فعل صرح المدير الرياضي لفريق ميتلاند ستيفن جيرافرسون، وقد أدلى بتصريحات نقلتها قناة سبورت الدنماركية، وقال: تابعنا الأخبار التي انتشرت بالإعلام المصري عن رحيل لاعب فريق ميتلاند إمام عاشور وانتقاله إلى فريق الأهلي المصري. إمام عاشور لاعب تم انضمامه إلى فريق ميتلاند قادما من فريق الزمالك. عند انضمام إمام عاشور إلينا حصلنا على لاعب خط وسط قوي وديناميكي للغاية، ولكن حدثت إصابة للاعب. قررنا أن يتلقى إمام عاشور العلاج في بلده. الآن تلقينا بعض العروض للحصول على خدمات إمام عاشور، ولكن لن يمكنني أن أصرح بأسماء الأندية التي طلبت اللاعب، ولكن بعض هذه الأندية من القارة الأفريقية والبعض الآخر أندية من قارة آسيا. عرفنا بأن اللاعب لديه رغبة قوية للانتقال إلى أحد الأندية، ولكن كما قلت هذا شأن اللاعب، وميتلاند درس بعض هذه العروض، وربما يتم إعلان رحيل اللاعب عن فريق ميتلاند في حالة إتمام الاتفاق. ولكن يمكننا القول بأنه سمة اتفاق مبدئي تم بين فريق ميتلاند وأحد أكبر الأندية في العالم وفي القارة الأفريقية، ومن المحتمل أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القادمة في حالة الانتهاء من كافة التفاصيل بين اللاعب وفريقه الجديد. في النهاية لو حابب يوصلك كل أخبار كرة القدم ما تنساش لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل فيديوهاتنا.